تعالوا نسمع مع بعض الجزء الصغير دوت من مسلسل بالانجلش، وهقول لك بعد ما نسمع الجزء ده ليه احنا ما بنسمعش كويس بالانجلش وليه بنسقط كلمات كتير لما بنيجي نسمع. Don't kill her, she's not involved. He's not involved. Don't kill her, she's not involved. He's not involved. على بقى نفهم الجملة دي مع بعض. Don't kill her, she's not involved. Don't بدل don't. دايما لو عندك NT في الآخر doesn't, don't, isn't، ما بننطقش ال T، فهو قال don't مش don't. don't. وkill مع her بتتقلب ل killer. ال her دايما بنختصرها لإيه؟ فنقول don't kill her. وبعدين بعد كده she's not involved. تعال اشرحها لك دي. she's اللي هي she is، و not اخرها t، ده حرف ثابت هنضمه على الحرف المتحرك اللي بعده لان هما دايما بيعملوا كده، فتبقى not in. بس التي في الامريكان انجلش، والمسلسل ده امريكاني، لما بتبقى ما بين حرفين متحركين او two vowel sounds بنقلبها ل دي خفيفه سريعه، فقال ايه؟ not involved. she's not involved. don't kill her, she's not involved. Don't kill her, she's not involved. He's not involved. كل ده وغيره من اسرار النطق 40 حلقه موجود على موقعي، وافتكر ان الممارسه هي اللي دايما بتطور اللغه. سلام.